والسلام عليكم يا شباب، ازاي عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا لكم فيديو جديد. طبعا بما ان النهارده درجه الحراره 36 درجه، عايز اقول لكم ان الجو اصلا مش برد ولكن حر، ولا تستهين بدرجه الحراره ديت، لان في اوروبا الشمس اصلا تحس ان هي فوق دماغك. فما علينا، الخطه النهارده كالتالي: حبيت استغل الفرصه وهنطلع الغابه علشان نستكشف فيها واحده من اجمل الفيديوهات الطبيعيه اللي انت هتشوفوها النهارده والفلوجات العشوائيه. فليتس جو، وهيكون معانا عزه هتوصلنا لحد الغابه، ولكن في الحقيقه مش هندخلها الغابه لان مش هيكون الطرق مناسبه ليها وكده، فاحنا هنركنها بره وننطلق داخل الغابه. فليتس جو الى المغامره الجميله. طبعا عايز اقول لكم ان درجه الحراره ما توصل اصلا اكتر من 30 درجه، الناس هنا بيبدا يغمى عليها اصلا في الشارع، لان الجو ده مش مناسب ليهم، هم مش متعودين عليه. هم ممكن يعني تقدر تقول كده يتحملوا البرد القارس الشديد لما تكون درجه الحراره تقدر تقول 11 تحت الصفر، بالنسبه لهم عادي، ولكن لما يكون الجو حر فبالنسبه لهم مش عادي. يعني تقدر تقول زي البطريق كده، لو جبت البطريق عشان يتاقلم في الاجواء الاستوائيه فهيكون صعب عليه. ليه؟ لان البطريق بيحب جدا التلج وبيحب البرد. فهنا علشان كده هم هنا بيحبوا الصيف، ولكن لما تكون درجه الحراره عاليه تلاقي الاسعاف والمطافي وحالات الطوارئ بسبب الحرائق اللي بتحصل اذا كان في البيوت او في الغابات، وفي نفس الوقت حالات الاغماء اللي بتحصل في الشوارع هنا ما يتحملوش الجو، فجاه بيغمى عليهم. عشان كده تلاقي الاسعاف والمطافي في الشوارع كل شويه. شوفوا الناس كلها اصلا ملتزمه ببيوتها، ما حدش بيخاطر يعني ويخرج، هم عارفين ان الجو مش هيناسب ليهم. بصوا علم المانيا عشان كاس العالم وكده. يعني انا عايز اقول لكم اصلا لما تكون في ايام عاديه علم المانيا ده انت ما تشوفوش مرفوع، انما عشان في كاس عالم وفي كوره وكده، فالمناسبه دي بتخلي الكل ينتمي ويفتخر بالمانيا، والاعلام بتفضل مرفرفه كده خارج الشباك وفي كل مكان. بس يعني خلينا متفقين ان كاس العالم بالنسبه لي السنه دي يعني مش هو الافضل، كل 4 سنين يتعمل كنا نستمتع بيه عشان خاطر التوقيت، ولكن حاليا تشوف الفرق. عشان مثلا منتخبات بتلعب الساعه 3 الفجر، مين هيوصل الساعه 3 الفجر عشان يتفرج على المنتخب المفضل اللي هو بيلعب؟ يعني لا، هنا 3 الفجر يعني الناس تبقى نايمه، يعني خلاص من 5 المغرب اصلا يناموا هنا عشان الشغل وكده، فمين هيصحى يتابع مباراه الساعه 3 الفجر؟ فالتوقيت نقطه سيئه جدا، ان مش مخلي الواحد يستمتع الصراحه بمشاهده كاس العالم خالص. طبعا الغابه اللي انا رايحها اصلا قريبه من القريه اللي انا عايش فيها، بس شوفوا جمال القريه عامله ازاي، البيوت والمساحات والفراغات اللي موجوده ما بين البيوت والطبيعه ديت حاجه فوق التحفه الفنيه الصراحه. القريه هاديه قوي وحلوه، والصراحه يعني نمط الحياه فيها تقدر تقول ان حياه روتينيه عكس المدينه كده. الناس ممكن تبقى سهرانه في المدينه كتير، بس هنا لا، ما يسهروش. هنا انضباط، روتين، نوم بدري، ما فيش سهر خالص. طبعا انا ماشي هنا على الرصيف، بختار الشوارع اللي بيمشي فيها العجل او المشي وكده، شوارع يعني كل المشي الارصفه كده. فالطريق الاوتوبان جنبي هنا، فانا ما ينفعش امشي عليه عشان عايز اصلا تمشي حوالي 20 كيلو في الساعه. الاوتوبان اللي يمشي عليه الطريق السريع لازم يكون المكنه اللي بتبدا كده تقدر تقول من 50 كيلو في الساعه وكده، اقل ما ينفعش. فاحنا بيكون لنا طريق اللي هو طريق المشاة ده لازم احنا نمشي عليه، اللي هو الارصفه والحاجات ديت. بصوا دي قريتي ما شاء الله. بص والله ان الواحد يبص من الشباك يشوف الجبال الجميله اللي هناك ديت. واو، المنطقه اصلا ديت تقدر تقول ان يعني محوطينها كلها جبال، تلاقي ارض مسطحه، تمشي شويه بالعربيه تلاقي نفسك على الجبال، تشوف الجبال التانية. فمنطقة تقدر تقول تضاريسها خرافية ولكنها مرهقة ومتعبة في نفس الوقت. ديت هنا مغسلة العربيات، تيجي تغسل عربيتك ولكن بشكل يدوي مش بشكل اوتوماتيكي. يعني تركن العربية في جراج من دول وتبدأ تمسح وتغسل من جوه، وهنا تشفط الغبار والطين والوساخة وكده. فعايز اقول لكم ان بشكل عام ان ده مكان مخصص هنا عشان المياه بتتصرف في اماكن معينة كده. الدولة ما ينفعش تغسل عربيتك اصلا قدام بيتك، لان انت كده هتضر البيئة، والمياه هتتصرف للطبيعة. وانتوا تقدروا لكم ان في كل خطوة في بلعات هنا، فممنوع منعا باتا ان الواحد يغسل عربيته قدام بيته، لازم يجي يغسلها في المخاسن اللي انتم شايفينها ديت. ولو حد الشرطه شافت حد بيغسل عربيته كده هيتعرض لغرامه كبيره قوي. طبعا السكوتر عزه موجود فيها حوالي 20% شحن، شرطه واحده يعني تمشينا حوالي 12 كيلو بس. فكده كده احنا مشينا حوالي تقدر تقول 3 كيلو، وهرجع 3 كيلو يعني 6 كيلو رايح جاي. فانا هركنه في الجراج، في اي جراج بتاع عجل، علشان خاطر ما يفصلش شحن وارجع بيه ماشي. يعني 3 كيلو كتير ماشي الصراحه. شوفوا ده الطريق السريع، شوفوا كميه النظافه عامله ازاي. طريق رايح جاي مش مجرد طريق بس تمشي عليه يوصلك مشوارك، ده يعتبر طريق طبيعي، يعني انت بيخليك تتفرج على الطبيعه في كل مكان ما شاء الله. لما اوصل للغابه في معلومه حلوه قراتها الصراحه عن الحائط اللي احنا شايفينه ده. طبعا ده عازل الصوت اصلا، بيبقى محطوط كده في نص السكك الحديديه او في الطريق السريع او الطريق العادي اللي بيكون فيه سكن. يعني احنا لو بصينا هناك في هناك بيوت،
فعايز اقول لكم ان المعدن الشفاف اللي فيه خرام ده، الخرام دي بتمتص الصوت وبتعزل الصوت بشكل عام، ما توصلش الصوت للناحيه الثانيه. يعني الصراحه انا شايفها تفصيله مهمه جدا وحلوه. يعني خلاص مش اللي ساكن جنب البيت يقول لك لا هو حر اخد جنب البيت واحنا حرين ده طريقه، لا. فهنا عندهم مراعاه لظروف الناس اللي ساكنه جنب الطريق الرسمي اللي موجود في الغابه، لا ندخل منه الغابه على طول، بس روح شوف مكان اركن فيه السكوتر. الناس اصلا بتيجي هنا تستغل الوقت وتجري وتعمل رياضه. بس عايز اقول لكم ان من حوالي سنه بالظبط الطريق الاسفلت اللي موجود ده ما كانش موجود، كان مجرد طينه، فما كانش الواحد واخد راحته في المشي وما كانش ممتع خالص، ما كانش حد بيفكر ان يجري اصلا هنا. فدلوقتي اصبح تحول 180 درجه من طريق طينه غير صالح للمشي الى طريق اسفلت مرسوم بالطريقه الجميله دي. عايز اقول لكم ان ده مطعم كبير قوي وكافيه في نفس الوقت، اتحول ل 180 درجه زمان، اسمه فرايشوتس. كان من سنه 1903 اتبنى ولحد دلوقتي زي ما هو، معتزين بيه. فموجود هنا في نص الغابه، الناس بتيجي عشان تفطر وتاكل بعد ما يخلصوا الانشطه اللي بيعملوها في الغابات. في الحقيقه المكان هنا اتغير ل 180 درجه لدرجه ان بقيت اشوفه هو الافضل والاحسن. انا دلوقتي بس هركن السكوتر وخلينا ننزل نستكشف، عشان واحنا نازلين نعين كده عمليا ونستكشف هيكون افضل بكتير من الشرح وانا لسه مش داخل الغابه. الحلو كمان ان بقوا عاملين طريق للعجل هنا بعد ما كان في عشوائيه. الو شوفوا يجوا حتى الناس مع عائلاتهم وكبار السن عشان خاطر يعملوا رياضه هنا. يجوا هنا الاطفال يتسلقوا على الاشجار. شوفوا ده اللي تقدر تقول الجسر الخشبي المعلق عشان تروح على الناحيه الثانيه وتكمل كذلك الانشطه الثانيه. دي خيمه ربما بتيجي هنا بتاخد بعض المعدات التسلق وتمشي بيها. هنا الخوذ بتاعت الاطفال عشان اي حد يتسلق لازم يكون مأمن 100%. شو انت جنوخ يا مأمن 100%. شوفوا حتى هم اللي قاعدين بياكلوا جوه هم دول اللي موجودين في الصوره. لازم تشتري تذكره علشان تاخد معدات التسلق والتعليمات كمان. بس احسها ان هي بس للاطفال، دي انشطه للاطفال. ليتس جو، خلينا نخش جوه ونستكشف. يعني انا بحس اصلا دخول الغابات والانشطه اللي بتكون موجوده في الغابات زي التسلق على الاشجار وكده بتكون انشطه ليها طعم مختلف افضل بكتير من الانشطه اللي بتكون في المدن. انا واحد بحب الغابات الصراحه، يعني بحب المشي فيها، بحب انشطتها بكل حاجه. التخييم برضه فيها تديك طابع حلو ومختلف. وعايز اقول لكم ان اصلا الغابه ديت محميه طبيعيه 100%، فما فيهاش اي خنازير بريه او حيوانات مفترسه. في ثعالب، بس الثعالب هنا تحسهم انهم اولاد ناس مثقفين دارسين في مدرسه لغات، ما بيؤذكش خالص، بيشوفوك بيخافوا يجروا مش عارف ازاي. شوفوا المكان ده علشان الشمس مش واصله له خالص، فتحس ان الجو الليل في النص اصبح الجو مخيف. ما اعرفش، كنت بشوف ناس كتير شوفوا بيدخلوا جوه الغابه عادي بكلابهم بقططهم بيجيبوهم عشان خاطر يتمشوا هنا في الغابه. فالموضوع حلو، بس انا ماشي وعمال استكشف لان الصراحه ما اعرفش ايه الانشطه اللي موجوده هنا، لان في تغيرات كتير قوي حصلت في الغابه هنا. هم قافلين اصلا ولازم تذكره وبتطلع مجموعه معاك علشان تامن. بص العلو عامل ازاي، يعني اي خطأ ممكن تقع من غير معدات التامين ما ينفعش. وفي تعليمات بقى بيكون شخص قدام شخص ورا علشان يخليك تمارس الانشطه ديت بشكل صحيح. ديت مرجيح الواحد بيسحبها للناحيه ديت وبيركبها وبعدين يزقه لحد الناحيه ديت وكذلك. عايز اقول لكم ان في بعض الغابات ليها قوانين صارمه جدا، وده حفاظا على الطبيعه وحفاظا على الحيوانات النادره اللي موجوده داخل الغابه هنا، او مهما كان نوع الحيوانات بشكل عام. هنا ممنوع تعمل اصوات تزعج الحيوانات، وبالذات بالليل من بعد الساعه 10 بالليل. يعني سبحان الله كانك ماشي في مدينه وبتزعج الناس. ممنوع تطلع اصوات عاليه، لان ده بيقولوا ان وقت ان الحيوانات تطلع تصطاد، فانت لما بتصدر اصوات مزعجه للحيوانات دي فبتخاف وبتبعد فما بتاكلش كويس. فعلشان كده ما ينفعش تزعج الحيوانات او تزعج الطبيعه بشكل عام. عارف اذا انتوا فاكرين فيلم رونج تورن ده، لما تجري في الغابه ويظهر عليك بعض الاشخاص اللي هم بيقولوا عليهم الشخص المسخ اللي يضحكوا نفس الضحكه جبتها مش عارف ازاي. اما تشوفه يبقى كده خلاص انت بقيت فطير مشلتت. ضيوفه ارشاديه محطوطه هنا وبتعرفنا على الحيوانات اللي موجوده هنا. يعني ده ارنب، وكل كم خطوه امشي الاقي يافطه تانية. زي ما قلت لكم محميه طبيعيه 100%. في اشجار هنا تلاقي نادره مش نادره. هنروح نشوف المكان ده بعد ما نيجي نشوف اللوحه الثانيه ديت. ايه اللي موجود هنا؟ فيران. انا اكره الفيران، واللي بيثبتوا لك كمان عشان المصداقيه ديت بصمات الفيران
الخطوات بتاعته جايبها لك وحطها لك في الصوره. ففي فيران هنا، اعتقد ان في حيوانات كتير اصلا هنا. طبعا الشمسيه اللي قلت لكم اللي احنا هنجي لها بعد ما نشوف اليافطه ديت، قاعده حلوه جدا مريحه وسط الغابات، سكينه هدوء. بس ديت تحس الشمسيه ما بتبقى يعني مش موجوده غير في الصين، مستوحيه من الصين. ده كرسي سرير نوع كده. ووو او ماي جاد. الواحد لاقيه اصلا قاعد هنا يرتاح، يعني هتنام. بصوا باصص شايف الخشب بتاع الشمسيه وفي نفس الوقت الطبيعه اللي قدامها ديت، فالمكان اكتر من الرائع. مش عارف اقوم والله، مش قادر. يعني انا اللي صمم الخشب ده شخص عبقري. انا لو نمت نومه زي ديت او على الارض او على تصاميم تانية بشكل عام زي الخشب ده، الواحد هيصحى من النوم ظهره متدغدغ كأن في تريلا معديه عليك اللي هي الكافيه. فهنا تحس انك نايم على بطانيه او نايم على مرتبه طبيه. والله القعده مريحه قوي، مش قادر اوصفها لكم. شويه اكسجين حلو قوي، هوا جميل ونقي. خلينا ندخل جوه الادغال ديت. شجره شكلهم قصينها بقى لهم كتير. انا دلوقتي داخل الادغال، خلينا نشوف ايه اللي موجود جوه. واو ديت بحيره. بصوا الطحالب عامله ازاي اصلا، اللون الاخضر ده، بس ايه واسعه قوي الصراحه. شكلها مخيف من كتر الافلام الرعب اللي بشوفها. يطلع لك تماسيح من البحيرات الغريبه ديت تاكل الواحد. شكلها غريب قوي ها، بس جميله. عايز اقول لكم ان الاشجار اصلا اللي موجوده ديت قديمه قوي، يعني على ما اعتقد ان في اشجار هنا تتخطى اعمارها 500 سنه 100%. شوفوا المنظر عامل ازاي، لحظه الغروب، ما شاء الله. منظر اكتر من رائع وتحفه بجد. يعني من كتر الهدوء انا مش همشي من هنا، انا هفضل هنا الصراحه. شكلي كده هنا 100% كانوا عاملين كرسي تمام، بس ما عارف ليه شالوه. كانت الاطلاله بتاعته كده على البحيره والناحيه التانية الغابه، بس مش عارف ليه شالوه. سبحان الله، سامعين اصوات الطيور والعصافير ان ازاي فاهمين بعض. يعني تخيل كل الصفاره بيطلع منهم ده لغتهم، ده طريقه فهم بعض. شوف سبحان الله، بتسمع صوت مختلفه هنا، اصوات مختلفه كتير من الطيور. في غزلان برضو هنا، البصمه بتاعتهم ممكن نقابلهم معرفش. خليني اقول لكم ان البيوت الخشبيه اللي على الاشجار ديت بيوت العصافير. طبعا العصافير بدل ما تبني عش وكده لا، فالدوله الناس عامله لهم المحميه الطبيعيه، عامله لهم هنا بيوت خشبيه على كل شجره بيحطوا فيها اكل. وده علشان خاطر العصافير اللي هتولد قريب جدا بدل ما يعملوا عش يجوا يقعدوا البيت الخشبي ده ويولدوا فيه ويقدموا بقى المأوى، وتكون مأوى ليهم وفي نفس الوقت بيكون جوه اكل. بيجي كل فتره كده بتوع الطبيعه يحطوا لهم الاكل بتاع العصافير الطيور. هنا في ثعالب، شوفوا هنا في ثعالب. الثعلب النقار بصوا وشه عامل ازاي وعينيه شريره، بس في الاخر غلبان يشوفك يهرب. بس اهم حاجه ما فيش دببه، ده اهم حاجه. طالما ما فيش دببه يبقى احنا كده في السليم، لان لو طلع عليها دب دلوقتي هيعملني بطاطس محمره. انا بختار الاماكن المظلمه اكتر اللي ما فيهاش شمس، بحسها الاكتر اثاره ورعبا. وقسما بالله انا اتخضيت دلوقتي، انا فكرت حته الخشبه اللي هناك ديت ثعلب. مش عارف ليه. ايه ده بقى؟ خلينا نشوف ده ايه اصلا. طبعا القمع ده اصلا بيجمع الاصوات الضعيفه وبيعليها في الغابه زي كده. شوفوا والله بيبدا ينشر الاصوات. ايوه 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 واو. يعني شوف مش اقوى من لما اتكلم في القمع بيطلع صوت عالي. ده هنا تقدر تقول بعتقد كانوا عايزين يعملوا خيمه خشبيه ويدخلوا يقعدوا جواها، او سرير او كده زي ما بنشوف في الافلام، وتبقى القعده كده داخل الخيمه. لكنها قديمه جدا، موجوده هنا في نص الغابه. لسه نكمل مشوارنا. في واحده تانية هناك. هنا طبعا ممنوع منعا باتا الشوي في المكان ده، ممنوع ان حد يشوي عشان ما يضرش البيئه وما يضرش الغابات. في غابات تانية ممكن تكون مسموح ليها الشوي، انما هنا لا خالص مش مسموح. ده برضه ازاي، ده كرسي ودي كان كرسي، بس بعد ما خلصوا قعدتهم جوه الخيمه الخشبيه ديت اتقلب.
ودي برضو هناك هنا كرسي. الموضوع مخيف لان عايز اقول لكم ان اقرب بيت اصلا ليا حوالي 4 كيلو، يعني مشيت كتير قوي الصراحه، ومفيش بشري دلوقتي غير يعني انا غوطت جامد بس عمال اسمع اصوات حاجه. مش كده، مش عايز اشوف تعابين، انا بس اشوف تعابين دي اسوأ حاجه انا عندي فوبيا منها. وهنا في المانيا ده الوقت الوحيد اللي تنتشر فيه التعابين، فربنا يستر وما قابلنيش اي تعبان. هي ما بتكونش سامه، نادرا لما بتلاقيها سامه، بس انا ما بحبهاش اذا سامه او غير سامه، هي نقطه ضعفي. لا الدود والتعابين ما بحبش اشوفهم نهائيا، كائنات اعوذ بالله منها. ديت كلها اشجار غير صحيه، خشب شافوه ان هيقع قريب وهيقصينه وقاعينه هنا، حطوه هنا بحيث ان ما يوقعش فوق حد. بيجوا كل فتره هنا يراقبوا الاشجار ويشوفوا صحتها. دي تقصنا هتقع قريب جدا، ولكن مسنودة على الفرع اللي فوق ده، فهيجوا يقصوها زي اللي احنا شايفينه واقعين على الارض ده كله. فبيجوا يشوفوا الشجر اذا صحته هتكون ثابته وهيعيش كتير او ممكن يقع قريب ولا لا، فيبداوا يرقموه ويعملوا له اكس، يقول ان ده لازم تتقص في اقرب وقت، وقبل ما تقع بفتره كده بيروحوا قصينها عشان ما تهددش حياه الناس للخطر وحياه يعني الحيوانات وكده. هنا طبعا برضو ما فيش قرود، القرود كلها مجمعينها في الحدائق وكده. كل ما ابعد هنا تقل شرطه، كان في شرطه واحده دلوقتي اصبحوا شرطتين. ده يعني ان لو طولت اكتر ومشيت اكتر وغيرت المسارات بتاعت الشوارع العموميه ديت اللي هي تبقى موجوده في نص الغابه تمشي بيها بالعجل او المشاة وكده، لما بدخل في الزاويات ديت فالشبكه بتنقطع خالص. هي ديت احس ان الرياضه المتناسقه والمناسبه للطبيعه. هلو، بيجوا هنا في اوقات فراغهم علشان يمشوا بالعجل كممارسه هوايه حلوه جدا، يستمتعوا بالطبيعه والهواء الحلو اللي بيجي من خلال الطبيعه على حسب سرعه العجله اللي هي بتمشيها اصلا. شوفوا الادغال، مكان حلو ما يملش منه، الواحد يجي يطلع الطاقه السلبيه هنا. والله تخيلوا احنا ربنا هنا رزقنا بشكل عام الحمد لله بالطبيعه الحلوه الخلابه الخضار اللي في كل مكان، المساحات الخضراء، وما عندهمش موارد. انما الدول العربيه عندها صحراء وعندهم موارد. يجي واحد يتريق على دوله تانية صحراويه عشان ما فيهاش خضار، فسبحان الله الدوله اللي الصحراويه ديت فيها غاز، فيها بترول، فيها. انما هنا المانيا اعتمادها الكلي على الضرائب، الطبيعه فقط للتنزه، ولكن ما عندهمش موارد زي الدول العربيه. فسبحان الله ربنا خلق كل حاجه مش كامله، فلو اجتمعوا الحاجتين دول هيكونوا كاملين، دوله بتكمل دوله. فكذلك الحمد لله على ما انعم الله به لنا. هو المكان حلو بس ما حسيتش ان فيه انشطه كتير غير بس اللي احنا شفناها قدام بتاعه الاطفال ديت. التخييم ممنوع، الشوي ممنوع، بس للتنزه والمشي. فاحس ان عشان كده ما فيش اقبال كتير عليها. انما لو في شوي وتخييم مسموح هتلاقي الناس كلها بتيجي تخيم هنا وتشوي، وهتبقى مدعكه حرفيا، ما يحصل كل يوم حرائق. فعشان كده احسن حاجه ان منعوا موضوع الشوي، بس بالنسبه لي مش موضوع لذيذ، لان لو في شوي وتخيم وكده يبقى الموضوع شويه لذيذ لو واحد يعني امن بشكل كويس عشان ما يحصلش حرائق. احس ان انا قربت اصلا على الشارع ولكن الناحيه التانية، فاحنا وصلنا عند منطقه سكنيه قدام، عشان كده غيرت المسار وهرجع من طريق تاني خالص، بحيث ان يكون عندنا مساحه للاستكشاف داخل الغابه الصغيره ديت. ما حسيتش ان هي كبيره، 4 كيلو او يمكن ازيد من 4 كيلو، بس ده يعني في المساحه مش كتير قوي يعني. رغم الغابات السوداء، الغابات السوداء ديت تمشي تستكشف كائنات غريبه، اشجار غريبه، حاجات غريبه. لشفارتس فالد اسمها. ان شاء الله هنعمل لنا جوله هناك، لو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات وهنروح نعمل لكم تخييم وجوله هناك جميله جدا، يبقى تحدي حلو. شوفوا برضو دي شجره شكلها كان مولع، شوفوا اللون الاسود اهو، اللون الاسود ده كان عباره عن ولعه وتطفئه، طفوها فلحقوها. هنا بقى غابات يعني ولع طبيعيه، حرائق طبيعيه بسبب الشمس وكده، ولكن الحلو ان هنا في يعني مراقبه 24 ساعه بحيث ان يطفوا الحرائق ديت قبل ما تكبر. شوفوا
دول عائلة كاملة متكونة من أب وأم وستهم، وجايبة معاهم أطفالهم، والطفل في العربية جايبها تتمشي في الغابة. مكان حلو. دي بيوريك المنظر أثناء الضباب والشمس لما طلعت. مكان حلو أوي بجد، خرافي. شفت؟ حلو، الناس عايشين حياتها بكل بساطة هنا، مش محتاجين علشان عندهم اكتئاب او مالين يروحوا يدفعوا الالاف اليورات علشان يسافروا دولة تانية وينبسطوا. لا، يدخلوا الغابة المحلية هنا ويفرغوا طاقتهم السلبية في الغابات هنا، والمكان اروق منه مفيش الصراحة، بعيد عن الزحمة عن الدوشة وكل حاجة. هادي هادي، شوفوا الادغال، الاشجار، كل حاجة كل حاجة. ولكن الصراحة انا احب الغابات اللي علي يقول ان ملهاش نهاية، زي غابات الامازون كده. غابات في بعض الدول، غابات برضو الغابة السوداء موجودة هنا في ألمانيا. هنا أنا داخل الغابة عارف مساحتها كام، وبعد 4 كيلو عارف إن أوصل للشارع. حتى لو تهت أعد كام كيلو همشي ألاقي نفسي في قدام أقرب بيت، فمش هتوه، صعب إن أتوه. وفي شبكة هنا. إنما الواحد لما يكون خارج على مكان كده وعارف إن لو مشي غلط هيتوه، لا، فهنا بقى الواحد بإيه، قلبه بيبقى كده متمسك وقوي، ويكون واخد باله اكتر واكتر، وعارف ان الغابه ملهاش نهايه. عشان كده يبقى هنا يبدا الاكشن والاثاره. ديت شجره، الشجره دي كانوا حاطينها زمان لما كنت عايش في مصر، كنا نروح يصطادوا اسماك، فكان كبيره جدا الشجره دي، كانت شجره نخله في الحقيقه. المهم كانت قصه حلوه الصراحه. فكان ابوي دايما يروح يصطاد سمك مع الجيران وكده. فكانت تقدر تقول الشجره ديت او الخشبه الكبيره قوي ديت كانوا يحطوها ما بين الضفه اللي ما بين النهر والضفه الثانيه، عشان خاطر تقدر الناس تعدي ويعملوا له جسر خشبي. فما كنتش بعرف اعدي، كنت بخاف قوي لما اشوف الميه بتجري كده تحت، فكانوا يشيلوني ويعديها لي. دلوقتي بقيت اعديها بكل سهوله. تخيلوا. في الحام مشيت ولقيت نفسي طلعت على نفس الممرات المسموح بها المشي بالعجل وكده. فقلت لكم ما اخش اذا كانت في الناحيه ديت او في الناحيه ديت، فانا عارف نهايه الغابه، لا اوصل في اقرب بيت او هطلع على نفس الممر اللي انا جيت منه اصلا. فتقدر تقول عامله زي مسلسل فروم، تمشي من مكان ترجع نفس المكان اللي انت كنت فيه تاني. فبس يا شباب خلاص انا وصلت لبدايه الطريق اللي انا جيت منه اصلا. ما علينا، انا حبيت اعمل كده مغامره استفتاحيه. استفتاحيه، حتى العربي نسيته قسما بالله. استفتاحيه. المغامره ديت لو حبيتوها كانت بسيطه ولذيذه. شفنا بعض الانشطه اللي موجوده هنا في المكان، لكن مش هنعرف نعملها لان محظوره ومقفوله، تمام، ومش اوقات العمل. فشوفنا بعض الاشياء الحلوه اللي موجوده في الغابه من طبيعه وكده. لو انتوا حبيتوا الفكره ممكن نطلع على شفارتسفالد اللي هي الغابه السوداء ونعمل فيها انشطه حلوه. فلو عجبكم ولقيت الفيديو جاب تفاعل مش هبخل عليكم، وهنطلع على الغابه السوداء نعمل احلى انشطه هناك. فشوفكم فيديو جديده، مع السلامه.